شامي، أهلا وسهلا فيك على شاشة التلفزيون الجديد. يعني الجمهور جمهور حب وحنان، جمهورك الكبير ناطرك برا بكل حماس. حب وحنان قد الدنيا، وإن شاء الله نعمل لكم اليوم ليلة حلوة مثل السنة الماضية ومثل دائما، لأنه بيستاهل كل الحب والأمل. بتعرف انه انت قدوة لكثير من جيل الشباب، وهيدا الشيء بيعطيك بعرف يمكن طاقة سعادة وبنفس الوقت بحملك مسؤولية، صح؟ ايه اكيد بحملني مسؤولية واكيد بنبسط بهذا الشيء، بس كل ما عم يعتقل الامر المسؤولية كل ما بيكون اصعب على الانسان. ان شاء الله نكون حملة وقدها، لانه نكون بنمثل جيل بهذا العمر، هو امر بحملني مثل ما عم بتقولي مسؤولية كتير كبيرة. ان شاء الله نكون قدها. يعني ديو مع تامر حسني كسر الارض، يعني ما فينا ننكر هيدا النجاح اللي حققتوه سوا. إذا أعطيتك هلأ خيارات بين فنانين، مين ممكن تكون عم بتأدي معه ديو قادم؟ فضل أو الأخرس أو آدم أو وائل كفوري؟ كل الفنانين حقيقة اللي عديتيهم إلي الشرف إني غني معهم، إن كان من الجيل الجديد أو من العظماء اللي ربينا عليهم. موسيقتهم حلوة وواصلة للقلب، وأنا شخصيا بسمعهم. وبس هي كيمياء، الموسيقى كيمياء، إمتى ما بتركب أنا حاضر دايما. المعجبات كتار حواليك، ما فينا يعني كمان نخبي هيدا الموضوع، وكل حفلة يعني في شيء بيطلع ترند. بس السؤال اللي يمكن بيراود الكل، هل شامي تحت نصيبه ولا في حدا؟ حقيقة ما في حدا هلا بحياتي، لأني كتير ملتزم بشغلي. قلت هذا الحكي عدة مرات، ومركز على المسؤولية اللي كنت عم تحكي عنها، اللي عم حاول أديها بأفضل طريقة. وأول ما يصير في حدا بحياتي حكون حقيقي وصادق مع الجمهور، مش حخبي عنه. الوضع بسوريا يمكن عم بيمر بمرحلة انتقالية، وشفنا الأحداث الأخيرة شوي المأساوية. شو الرسالة اليوم أنت شامي كابن بلد، كابن سوريا، بتحب تقولها للسوريين؟ رسالتي من لما وعيت على الدنيا، لأنه هي الحروب السورية وعينا عليها. أنا لن أنحاز، رح أبقى متجرد كل حياتي، رح أتعامل مع بلدي بالإنسانية وبعاطفتي. بحبهم كلهم من كل المناطق، بأي بقعة بالجغرافيا السورية أنا بحبها. ودائما بدعي لله، وكل أنا والعائلة تبعي بندعي لله إنه الله يحنن قلوبنا على بعض. تحت سابع أرض كسرت الدنيا بأغنية الشارع، ممكن برمضان القادم نشوفك بشارع غنائية جديدة أو ممكن تمثيل؟ لا شك، بس حقيقة أنا تحمست لشارة مسلسل تحت سابع أرض، لأنه بتشبهني أو بتشبه المجتمع أو المكون السوري اللي أنا طلعت منه وإلى آخره. فحبيت العمل، بمجرد ما يجي عمل حسه ويلمسني ويكون بيشبهني أكيد رح كون متواجد فيه. وأكيد نحن رح نكون ناطرينك. شكرا حبيبي.